السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش كده حبيب قلبي في أول فيديو كده ندعي لإخواتنا في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم، المسلمين في جميع أنحاء العالم، ربنا ينصرهم عاجلا غير آجلا يا رب العالمين، وارحم أبويا وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، النهارده انا حشت الحواتين اللي كنت محوطه بين الفراخ الكبيره والفراخ الصغيره النهارده، لانني بصراحه لقيت الفراخ بسم الله ما شاء الله احجامها حلوه البيضه على 34 يوم، فذبحتهم. بصراحه الجو حر من ناحيه وخلاص انا يعني مش هبيع منهم ولا حاجه، ده هم الاكل وكده. فبسم الله ما شاء الله الفرخه 2 كيلو الا ربع و2 كيلو، بسم الله ما شاء الله زي العسل، ذبحتهم. وانتم قلت بقى الاوضه تفضى كده للفراخ البلدي اللي كانت معاهم زي ما انتم شايفين كده، ودوره الفراخ الجديده ربنا يبارك لنا وتعيننا منها يا رب ان شاء الله باذن الله، وتطلع كده دوره زي العسل زي اللي طلعناها مع بعض كده. زي ما انتم شايفين كده الاوضه وسعت عليهم خالص اهوت، حشت الحواجز كلها اللي انا كنت عاملاها هي، بحيث بقى اللي هم الاوضه تبقى واسعه كده وياخدوا راحتهم. انتوا عارفين الجو حر وكده. وذبحنا بقى التانيين وخلاص بقى انتهينا كده بألف خير. الدورة قعدت 34 يوم، الفرخ 2 كيلو الا ربع و2 كيلو، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. وزي ما انا قلت لكم المكان اللي موثوق منه اللي بتجيبي منه الكتكوت دي بسم الله ما شاء الله دي بريحك في الدورة، والدورة بتطلع معاك على طول. فربنا كده يا رب يعيننا كده ويقوينا ونطلع الدورة دي برضو ان شاء الله بإذن الله على خير كده وتعيننا منها يا رب. النهارده يا حبايب قلبي جايبه لكم الاسعار زي ما انا قلت لكم كل يوم اما هنيجي للطيور بتاعتنا نعلفها ونعمل لها حاجه. هقول لكم على الاسعار الطيور اللحم والاسعار الكتاكيت للي عايز يعرف او اللي يبقى حابب اللي هو يعرف الاسعار، لان انا بجيب لكم الاسعار ديت من الاماكن الموثوق منها، الاسعار اللي مفيش فيها تلاعب ولا فيها اي حاجه، عشان تبقى رايحه تشتري او هتبيعي تبقى انت عارفه الاسعار المظبوطه. هنقولها مع بعض كده على السريع حبايب قلبي. البط البلد النهارده يا حبايب قلبي في المحلات، الاسعار اللي انا بقولها لكم دي في المحلات، يعني تروح تشتري من المحل دي الاسعار اللي في المحلات. البط البلد النهارده الكيلو ب110، البط المسكوفي الكيلو ب105، البط المرر الكيلو ب85، البط الفرنساوي الكيلو ب70 جنيه. ديت اسعار البط في المحلات النهارده. هندخل بقى على اسعار الحمام. النهارده جوز الحمام في المحلات ب140 جنيه، السمان الجوز ب90 جنيه، الروم الاسمر النهارده في المحلات ب128 جنيه، والروم الابيض الكيلو عامل 100 جنيه، الارانب ب110. فراخ البلد الحر عامله النهارده 113 جنيه الكيلو، الفراخ الرزي الفيومي عامله 105، الفراخ الساسو النهارده عامله 95 جنيه، الفراخ البيضه امبارح رفعت 3 جنيه، امبارح رفعت 3 جنيه، نزلتهم تاني النهارده. يعني المربين كانوا مبسوطين امبارح، او في او حد معين هو رفع السعر، يعني المصلحه معينه او حاجه، يعني هي بيبقى تلاعب بقى في الاسعار او حاجه الله اعلم، بس هي طلعت امبارح 3 جنيه والنهارده نزلت ال 3 جنيه تاني اللي هي طلعتهم. فالنهارده في المحلات الكيلو هتاخدين من المحل ب 72 جنيه الكيلو. هي لو كانت غلت امبارح ممكن كانوا يديلكم مثلا ب78 ب79 ولا حاجه، لان كانت زي ما قلت لكم طلعت 3 جنيه، فالنهارده رجع السعر القديم تاني النهارده، فالكيلو النهارده في المحلات ب 72 جنيه الابيض. النهارده كرتونة البيض الابيض ب 162 جنيه، كرتونة البيض الابيض ب 162 جنيه في المحلات، كرتونة البيض الاحمر ب 170، كرتونة البيض البلدي ب 165 جنيه النهارده. يبقى دي الاسعار بتاعتنا حبايب قلبي من قلب المحلات، دي الاسعار من قلب المحلات. هنخش بقى على اسعار الكتاكيت النهارده. برضو من معمل اللي انا بجيب منه مكان موثوق منه والاسعار بتاعتهم يعني مظبوطه 100%. النهارده حبايب قلبي البط المسكوفي R41 عامل 47 جنيه، البط البغال عامل 53 جنيه، البط البيور عامل 22 جنيه، البط البكيني عامل 20 جنيه. هنخش بقى على الفرخ الابيض النهارده، هو اللي طلع شويه. زي ما انا قلت لكم احنا كل ما ده الجو يعني درجات الحراره بتنزل او الجو خلاص ما عادش الحراره اللي فاتت ديت، فالاسعار هتزيد. اللي هيقول لكم الاسعار هتقل او كده، لا، ده الاسعار في الايام الجايه هتزيد، لان دي موسم ودي كله بقى بيشتري، الاسعار البط هتغلى واسعار الفراخ هتغلى. فالنهارده الفراخ رفعت، النهارده الكتكوت عامل 28 جنيه الاهالي، والشركات عامل 33 جنيه.
واللي هيقول لكم هينزل الاسعار هتنزل، لا هي مش هتنزل، لان زي ما انتم عارفين كله بيسكن الوقت او كله بيشتري في كتاكيت الوقتي، لان خلاص الجو يعتبر طرى شويه. خلاص احنا قعدنا في نص 8، فخلاص بقى كل حتى اللي كان مبطل في شهر 7 او في اليومين الحر اللي فاتوا كله عاد بينزل دلوقتي. فانا كنت عايزه تنزلك شويه بقى الوقت. بسم الله ما شاء الله الجو يعتبر مظبوط عن الايام اللي فاتت. فالنهارده الكتكوت اللي هو الاهالي ب 28، الكتكوت الشركات ب 33 جنيه. وان شاء الله باذن الله برضو الرومي البرونزي ب50 جنيه، والرومي الاسمر برضو ب50 جنيه. السمان ب10 جنيه. الفراخ البلدي الحر، الفرخ البلدي الحر النهارده عامل 10 جنيه. الفيومي عامل 17 جنيه. الرزي عامل 18 جنيه. الجمازي عامله 20 جنيه النهارده في المعمل. فدي اسعار يا حبايب قلبي الكتاكيت النهارده، البط والفراخ والرومي والسمان في المعمل النهارده. هنخش بقى على العلف زي ما هو على ثبات واستقرار، بس يعني ايه الايام الجايه برضو خوفا اللي هو العلف هيطلع برضو شويه، فدي الاسعار ثابته. العلف اسعاره ثابته النهارده زي ما هو. الشكاره ال 25 كيلو اللي هي البادي سوبر ب 535، والشكاره ال 25 كيلو النامي ب 525، والشكاره 25 كيلو الناهي ب 520 جنيه. هتروح تشتري من المحلات بتروح الكيلو بين 22 جنيه ل 24 جنيه. كل العلف في المحلات قطاعي من 22 جنيه ل 24 جنيه. فاحنا كده انا قلت لكم النهارده اسعار الكتاكيت في المعمل، واسعار اللحم برضو في المحلات، واسعار الاعلاف. فدي الاسعار المظبوطه، الاسعار اللي هي اللي ما فيش فيها بقى تلاعب و100%. حابه بقى اللي انت تشتري علف تشتري فراخ تجيبي كتاكيت، دي الاسعار عندك هتبقى راحه على علم وعلى درايه بالاسعار، ما يبقاش حاجه يعني مفاجاه عليكي او حاجه لسه ما تعرفهاش، لا الاسعار قدامك والحاجه قدامك، وزي ما انا قلت لك دي اماكن موثوق منها. شكارة الردة النهارده، شكارة الردة ال 40 كيلو النهارده عاملة 455 جنيه. شكارة الذرة ال 25 كيلو عاملة 310. شكارة الردة 40 كيلو ب 455 جنيه. شكارة الذرة ال 25 كيلو عاملة 310 النهارده. فدي كل الاسعار يا حبايب قلبي النهارده. زي ما انا قلت لكم كل يوم هجيب لكم الاسعار اول باول، زي ما انتم عارفين الاسعار بتتغير كل يوم. يعني الفراخ البيضاء امبارح غلت 3 جنيه، النهارده نزلوا 3 جنيه، فرجعت لسعرها الاولاني 72 جنيه في المحلات. فدي الاسعار النهارده، وكل يوم هجيب لكم الاسعار اول باول زي ما انا قلت لكم. وان شاء الله ربنا كده يجعل الايام الجايه كلها يا رب كده هنا وخير علينا، وكل اللي يحط ايده في حاجه ربنا يكرمه فيها يا رب ان شاء الله باذن الله. وزي ما انا قلت لكم الواحد بيتعب في الحاجه بتاعته شويه بلاقي الخير في بيته، بلاقي كل حاجه في بيته، اكل فلوس كل حاجه. يعني هو تربيه الطيور دي كنز في البيت، كنز في البيت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي الاوضه وسعت عليهم بقى وبقت زي العسل اهيت. الفراخ بتاعتنا البلدي زي العسل وزي الهنا، النهارده بقالها 34 يوم. الفراخ بقى البيضه ذبحناها على 34 يوم بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الهنا زي ما انا قلت لكم. ما حبيتش بقى ان انا احط الحاجز لان ما عادش ليه لازمه. انتوا عارفين الفراخ البلدي مهما تحط حواجز، يعني كنت حاطه البرميل الكبير دهوت والحاجات دي كلها كانوا يفطوا ويروحوا ويروحوا على الفراخ دي. فانا قلت لا، بدل ما يجوا يفطوا يوقعوا عليهم حاجه لا قدر الله ولا كده، انا هسيب الاوضه كلها ببعضها، وهو كده كده الاوضه واسعه عليهم وكده. فبسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك وتعبنا منهم يا رب ان شاء الله. فدي كانت اسعار الطيور النهارده واسعار الكتاكيت، ودي كان يوم معاكم النهارده، ودي الفيديو بتاعي معاكم النهارده. انتظروا منه فيديو بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.